مرحبا، اليوم رح نعمل مع بعض بسكوت كتير بسيط ومكونات متوفرة بكل بيت وبدون بيت. طبعا بتلاقوا المقادير كلها موجودة تحت بصندوق الوصف. بالبداية رح احط هون انا نص كوب من السكر، وطبعا انا مستخدم الكوب المعياري. عليهم نص كوب من الحليب ونص كوب من الزيت. بخلطهم هيك شوي صغيرة مع بعض. رح احط عليه بربع المعلقة شوي من اليانسون ورشة صغيرة من الملح. بخلطهم شوي وهلا بدي نزل عليه الطحين. رح احط بالبداية كوب واحد من الطحين وخلط. ما بحط الكمية كلها، بحط شوي شوي بشوف قد ايه بحتاج. ومعلقة صغيرة من البيكنج باودر. هلا رح استخدم المعلقة. الكوب التاني رح احطه شوي شوي على مهلي مشان اشوف قد ايه بحتاج من الطحين. حطيت تقريبا نص الكوب وبخلط. طبعا هالعجينة ما بتحتاج كتير عجن، بالمعلقة هيك بتلموها شوي شوي بتصير معاكن. بعد ما خلطتها منيح صارت هيك معي بهالشكل. شايفين كيف؟ وضل عندي تقريبا معلقة وشوي من الطحين ما استخدمتهم. فانتوا بتحطوا الطحين على مهلكن شوي شوي بتشوفوا قد ايه بتحتاجوا. رح فرجيكم قوام العجين. انتوا بتشوفوها شوي بتلزق، بس هي ما رح تلزق بايديكم، بتكون كتير طرية. شايفين كيف تتشكل بالايد؟ باخد هلا قطعة على حسب انتو قد ايه بدكم تكون حجمها. بحطها بالسمسم وبتصير عنا هيك بهالشكل. ما بتحتاج انكم تفردوها او تقطعوها. العجينة كتير يعني طرية هيك بالايد، ما رح تعذبكم ابدا. ما بيحتاج تدهنوا ايديكم بالزيت، هي حتكون كتير طرية وفيها نسبة من الزيت فما حتلزق بايديكم. تحاولوا تعملوهم كلهم بنفس الشكل وتحطوهم بالصينية. طبعا دهنت الصينية بشوي من الزيت. هاي بتدخلها على درجة حرارة 180. اشعل عليها بالبداية من تحت بعدين من فوق. بعد ما طلعت من الفرن أخذت تقريبا معي 20 دقيقة، ممكن تاخد أكتر أو أقل حسب فرنكن. هلا بتركها لحتى تبرد بعدين بصفاها بالصينية. بعد ما بردت قدمتها هيك بهالشكل. شايفين هالمنظر ما أحلى؟ شايفين كيف بتنكسر؟ طعمتها كتير كتير طيبة وشغلتها بسيطة مثل ما شفتوا، ما بتعذبكن أبدا. أتمنى إنكم تجربوها. إذا عجبكم فيديو اليوم لا تنسون من اللايك والاشتراك. بحبكم نشوفكم بالفيديو الجاي.